ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة، وآسف جدا على التأخير، وأهلا بيكم مرة تانية مع فيديو جديد ومراجعة جديدة على قناتكم غاوي تقنية. كشفت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الجالاكسي A70 عشان ينضم لسلسلة ال A، واللي بيميزه هو تحسين التصميم، حيث ان هتلاقي ان الهاتف بيجي بنفس تصميم الجالاكسي A50، ولكن الشركة اشتغلت على تقليل الحواف بصورة كبيرة، وبالأخص الحافة السفلية، بالإضافة لأنها حسنت دقة الشاشة مقارنة بالA50، وتم تطوير الكاميرا الأمامية والخلفية مع بطارية أكبر ومعالج أفضل. وسلسلة ال A هي محاولة لشركة سامسونج علشان ترجع تسيطر بقوة على سوق الفئة المتوسطة، ويكون هاتف السامسونج A70 هو أحدث وأقوى هاتف هو والA80 اللي بيجي بسلايد كاميرا في السلسلة دي. ففي الفيديو ده هنتعرف على مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه، وهل يستحق انك تشتريه ولا لا. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الجهاز بيجي بوزن 164 جرام بسماكة 7.9 ملم، ومتانة وجودة تصنيع الهاتف من البلاستيك بشكل 3D جلاستيك زي اللي موجود في الجالاكسي A50. في واجهة الجهاز بنلاقي الشاشة اللي بتيجي بنوتش الانفينيتي يو، داخلها الكاميرا الأمامية من نوع سوبر أموليد بحجم 6.7 إنش بجودة فول اتش دي بلس بدقة 2400 في 1080 بكسل بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش بأبعاد 20 ل 9، وممكن تلغي أزرار التحكم وتستخدم الإيماءات علشان تستمتع بحجم الشاشة الكامل مع طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. ظهر الجهاز بيجي من البلاستيك اللامع اللي بيشبه الإزاز، وبنلاقي الكاميرا الخلفية والفلاش. من الأسفل موجود عندنا سماعات السبيكر بتقنية الدول بي أتموس، والميكروفون ومنفذ اليو اس بي سي ومنفذ ال3.5 لتركيب السماعات. بالنسبة لأداء الجهاز فسامسونج استخدمت معالج قوي لسناب دراجون 675، ثمان النواة بمعمارية 11 نانو مع معالج رسوميات أدرينو 612، واللي هيقدم لك أداء جيد جدا في الألعاب، وتقدر تشغل وضع ال HDR في لعبة بابجي بدون لاج، بفارق ملحوظ على السناب دراجون 660. الجهاز بيجي بذاكرة داخلية 128 جيجا مع 6 جيجا رام، مع نظام تشغيل اندرويد 9، مع واجهة سامسونج الجديدة الوان يو اي، مع امكانية تحويل الهاتف لوضع الدارك مود الجديد من سامسونج. الجهاز بيدعم تركيب شريحتين اتصال، وبيدعم تركيب كارت ميموري لغاية 512 في مكان مخصص للكارت، وبيدعم مجموعة كبيرة من المستشعرات، منهم مستشعر البصمة المدمج في الشاشة واللي بيشتغل بسرعة مقبولة بس مش سريع زي مستشعرات البصمات العادية، وبيدعم الفيس انلوك والان اف سي والاوتو جي ومستشعر البوصله والتسارع والقرب والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي، وبيدعم تشغيل الراديو وبلوتوث الاصدار الخامس. الجهاز بيجي ببطاريه بسعه 4500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقوه 25 واط. الجهاز بيجي بكاميرا ثلاثيه، الكاميرا الاولى بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7 وهي الكاميرا الاساسيه، اما الكاميرا الثانيه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 وهي الخاصه بتصوير الالترا وايد او الزاويه الواسعه، اما الكاميرا الثالثه فبتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 وهي الخاصه بعمل العزل او البورتري، بالاضافه لفلاش ال LED مع دعم تصوير فيديو بجوده فول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل 30 اطار في الثانيه، وتصوير بطيء بمعدل 240 اطار في الثانيه. اما الكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، وكاميرتها تديك صور افضل شويه من الجالاكسي A50 من حيث الحده والالوان. في النهاية الجهاز هيقدم لك أداء جيد جدا في فئته السعرية، مع شاشة سوبر أموليد بألوان جيدة جدا وحواف قليلة، وكاميراتها هتقدم لك أداء ممتاز في ظروف الإضاءة المختلفة، مع بطارية بسعة كبيرة وبتدعم الشحن السريع، لكن يعيبه إنه ما بيصورش 4K وما فيهوش لمبة إشعارات. أما بالنسبة للسعر فالجهاز هيتراوح سعره في مصر ما بين 6800 ل 6500 جنيه في بعض المحلات، وبكده يكون المنافس المباشر للأوبو F11 برو. وبكده يكون انتهت مراجعتنا لهاتف الجالاكسي A70. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.